صاحب دكتور عبد الكريم الشاري. دكتور مرحبا بكم، تفضلوا. مرحبا عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. اهلا بك شاري. الله يعطيكم الصحة والعافية ويبارك فيكم. الحقيقة أنا استمعت للمؤتمر، وبداية أشكر المحامين الفضلاء على إعداد هذا المؤتمر، وأشكركم أنتم كإعلاميين وصحفيين كذلك على حضور هذا المؤتمر لإيصال رسالة حق، وهي نصرة لمظلوم عانى من هذا الشخص الطالب المختار مدة طويلة من الزمن وهو في مماطلة، وهو رجل مليء ومطلوب الغني يظلم. الحقيقة أنا خلال هذا المؤتمر أناشد رئيس الحكومة حامي القانون والدستور أن ينفذ هذه الأحكام القضائية الصادرة من السعودية على المملكة العربية السعودية على هذا الرجل، خاصة وأن هناك اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية موريتانيا، وهي اتفاقية الرياض تنفيذ الأحكام. هذا الرجل بلغ ولم يعترض أيضا على هذا التبليغ بعد أن وصلت هذه الرسائل كلها، وكان بإمكانه أن يتقدم بالاعتراض بعد وصول هذه الرسائل والأحكام القضائية، إلا أنه لم يعترض على هذه الأحكام ولم يبالي فيها أيضا. فأنا أناشد رئيس الجمهورية، وأناشد كذلك وزير الخارجية ووزير العدل والجهات المسؤولة كذلك. والحقيقة أنا كان بإمكاني أن أتقدم بمذكرة دولية، إيقاف دولية لهذا الرجل، إلا أن ضميري لم يساعدني أن أتقدم بمثل هذا الأمر على رجل دبلوماسي من دولة موريتانيا، وهي دولة عزيزة علينا. وإلا إصدار الشيكات بدون رصيد أيضا عندنا في المملكة العربية السعودية هي جريمة موجبة للتوقيف، ويصدر عليها أمر أيضا عن طريق الانتربول الدولي بالحبس كذلك. فأنا من خلال هذا المؤتمر ومن خلالكم الله يبارك فيكم جميعا أوصل لرسالتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون. جزاكم الله خير. مرحبا بكم دكتور، تحية طيبة لكم. وصلت رسالة الدكتور. وعليكم السلام. يا فهم استفسار وضع شيء.